دايما احنا اللي بنكتب التاريخ الاول يا ابني، والله التاريخ، احنا التاريخ. والسعوديين ماسكين اخوك عفيفي مزيكا بامانه ربنا، خلي دول في الاخر عشان نحل بيهم. انما انا عايز اكلمك في نقطه مهمه جدا عشان رئيس نادي الزمالك زعلان من رئيس نادي الزمالك. اللي هو يعني ازاي اسلام كابتن حسين لبيب زعلان من نفسه؟ لا، رئيس نادي الزمالك الفعلي حزين من رئيس نادي الزمالك اللي اسمه على الورق، الكابتن ممدوح عباس ايه ده يا معلم؟ الله يرحمه، ده رشدي اباظه ده، لا لا، ده الرجل الثاني، ده بطل فيلم الرجل الثاني، الله يرحمه، ده توفى، بتاع طنط كيمة، الفيلم بتاع طنط كيمة. التاني لا، احنا عايزين التاني حسين لبيب، الراجل اللي معايا ملوش في الكوره معلش. حسين لبيب بقى هتلاقي له صوره عندك كده لابس تي شيرت، لابس شورت اورنج نفس لون التي شيرت بتاعي كده. انا قلت اطلع لابس اورنج عشان نطقم انا وهو زيه. ولو لقيت ايوه هو دي الصوره دي، هو ده الشورت ده الكابتن حسين لبيب. لان مفيش صوره عندك لعلبه سجاير كده بليمونت ولا حاجه، علبه سوبر اي حاجه من 20 30 جنيه مفيش، نحطها مع ماشي خلاص نحطها في جيب الشورت طيب. خلاص تمام شكرا. المهم والنقطه الثالثه، انا وجمهور النادي الاهلي ادعوا لنا بالهدايه لان احنا ناس بتثير التعصب، فمعلش خليها في الاخر، خليها في الاخر. طيب رئيس نادي الزمالك الفعلي ممدوح عباس نزل التويته دي، هحطها لك في الكومنتات، هقرا لك بس اول سطر عشان ما اطولش عليك. بيقول لك انا منزعج جدا من هذا الانفجار الاعلامي في نادي الزمالك، لاعبين وجهاز فني واداري، علينا ان نلتزم الصمت وبتاع. المهم، طيب فاكر اول ما ظهر ممدوح عباس قلت لك ايه؟ قلت لك ما دام رجل الاعمال ده ظهر هو ونجله، وبنكن ليهم كل الاحترام، ما عندناش معاهم اي مشاكل، الناس دي ما بتغلطش فينا، ما بتطلعش تتعامل باسلوب المصطبه اللي بنشوفه من الكابتن حسين لبيب اول واحد. فبعيدا عن اشخاصهم هم، قلت لك ان احنا هنعيش فيلم الرجل الثاني بتاع رشدي اباظه في الساحه الرياضيه الفتره اللي جايه، وهتشوف ليه قلت لك كده، انها هفهمك. العقليه دي احنا، انا جيل الثمانينات اصلا يا معلم، فالعقليات احنا ممكن نقعد مع بشر كده نشوفها بتتكلم ازاي، نعرف الناس دي تعمل ايه وتتصرف ازاي. فالعقليه بتاعت كابتن حسين لبيب اول ما دخل الانتخابات كان بيطلع ايه؟ يلعب على عاطفه الحاجات اللي بيحبها جمهور الزمالك او اغلبيه جمهور الزمالك، مش كله. زي تصريحه كده مع لميس، ما تخلينيش اخش اجيب لك لعيبه من قلب النادي الاهلي. ده مش كلام يقوله راجل رزين وراجل هيقود كيان كبير زي كيان الزمالك. فيطلع جمهور الاهلي الطبيعي بتاع التالتة شمال، الناس المتعصبه بقى والالتراس وبتاع، طبعا مش التراس اهلاوي، المهم يقولوا له حسين يا لبيب لو راجل خد لعيب طبيعي. يقوم هو عمل ايه؟ داخل نادي الزمالك قاعد وسط الناس ويقول لهم احنا هنوريهم ان نادي الزمالك نادي الرجوله، مع ان الاولاد او الشباب او الرجاله في المدرج ما حدش جاب سيره كيان الزمالك، الناس كانت بتخاطبك انت، ما انت نكشتهم، مستني من الناس ايه؟ فطبيعي. لكن هنا بقى نقف وقفه، ليه قلت لك هنعيش فيلم الرجل الثاني؟ التصرفات دي تخليك تفتكر معايا فيلم حمله فريزر، مش عارف اسمها ايه، ممثله معروفه طبعا جدا، الممثله دي قالت له ما انت دافع بقى ما فممدوح عباس محدش هيستجري يقول له حضرتك تعمل ايه او ما تعملش ايه. طب برضه ليه بقول لك كده؟ لان التويته دي بمنتهى الامانه غلط، دي مش صح من ممدوح عباس. على قلب انا زي العسل كراجل اهلاوي، انا دي على قلبي زي العسل، لانك بتكشف لك وبتبين لك كل يوم احنا بنتعامل مع مين. هما بيقول لهم هنا هش، محدش يطلع، ما شافش حد فيكم تاني بره، وهو مش موجود في النادي ملوش فيه، بس ما انت دافع بقى، فمش ما انت دافع، ما حدش يقدر يفتح بقه من الاخر. فالمفروض يتقال له، لان بامانه انا لو مكان ممدوح عباس وانا رجل اعمال بسبورت النادي الاهلي او بسبورت نادي الزمالك وعايز ابدي معلومه معينه، هكلم الاشخاص المسؤوله في التليفون، مش هنزل التويته دي. لكن التويته دي جت على هوايا قوي، مش عايز اقول لك ليه. عشان بعد كده الكابتن حسين لبيب لما يطلع في التلفزيون يطلع في اوقات هو ليه الحكم انه يقدر يطلع فيها ما يطلعش، في اوقات وحد يحاسبه، ويطلع يقول كلام يعرف يحاسب نفسه عليه. دي بقى اللي هنجيلها عشان نقصر حته التعصب اللي انا بعمله انا وجمهور النادي الاهلي. لما عملت الفيديو بتاع امبارح بتاع تصريحات المشطب اللي قلت لك عليها وتصريحات حمو بيكا او الكابتن حسين لبيب، الناس كتبت لي في الكومنتات انت مش كنت بتعمل عمره، او ناس كتبت لي في الكومنتات يعني انتوا بتصيروا التعصب هو اولا انا ما ثبتش حد او ما غلطتش في حد، هو اللي بيطلع يعمل عمره مثلا بيرجع ما يتكلمش في الكوره او ما يتكلمش في المجال اللي بنتكلم فيه، شد بلاستر يعني، ولا مش فاهم، ما تلفظتش مثلا. تاني حاجه تعصب ايه اللي احنا بنعمله؟ انت مستني ايه يا راجل؟ ده رئيس النادي الفعلي استفز من اللي انتوا بتعملوه، ممدوح عباس الزملكاوي اللي بيصرف عليكم، السبونسر الحقيقي والرئيس الفعلي زهق منكم اللي بتعملوه. طبعا انا بخاطب اللي بتعملوه دول مش الجمهور، جمهور الزمالك من حقك تفرح الى يوم تبعثوه، عايز تفضل فرحان لاخر يوم في عمرك ده حقك. انا عندي مليون بطوله وانت دي اول بطوله تاخدها في حياتك، افرح براحتك، انا مش من انصار
انت عارف احنا عندنا منها كام بطوله؟ انت عارف يعني انت ليك عين تفرح يا اخي، ده احنا اكتر منكم. لا طبعا، افرح بالطريقه اللي تريحك ولحد الوقت اللي تحس انك استكفيت فيه. انما لما تبقى شخص مسؤول الكلام غير. عشان كده المسؤول الحقيقي اتضايق وانزعج. طيب انت كمسؤول زملكاوي رئيس نادي رجل الثاني رشدي اباظه، عفوا كابتن حسين لبيب، ظهرت انت وايه بقيه الناس وكل واحد طالع يقول كلمتين مش عارفينهم عشان ضربتين جزاء حاجه سيدي ما علينا. تبقى طالع عارف لسانك حصانك، ان صنت صانك وان هنت هنك. تبقى طالع عارف بتقول ايه. فلما تطلع كرئيس نادي رجل الثاني يعني تطلع تقول نادي الزمالك هو اكبر قلعه، مش قلعه، اكبر قلعه رياضيه في مصر، واللي مش عاجبه الكلام ده ما يفهمش في الرياضه، واللي مش عاجبه الكلام ده هنبعده عن الساحه الرياضيه. حضرتك كزملكاوي عندك 50% عقل. مش هقول لك انسان عاقل بكامل قواك العقليه، لا، نص مخك بايظ. مش هقول لك عندك ربع ضارب، عندك نص ضارب. حضرتك مستني مننا ايه لما نسمع رئيس ناديك بيتكلم كده؟ انا عارف ان هو مش رئيس النادي، بس هو اللي على الورق اسمه رئيس النادي الزمالك، راح ولا جاي؟ عايزنا احنا نستنى نتكلم ايه؟ مع اننا ما شتمناهوش، ما غلطناش وما بنقلش ادبنا، احنا بنعرفه ان انت حتى في دي مركز تاني. يعني حتى في رئيسة النادي مركز تاني. يعني انا طلعت امبارح عرفته ان الراجل اشهر مركز تاني في القاره. النهارده استاذ ممدوح عباس جه يقول له يعني انت ككيان اشهر مركز تاني، وانت كمان كرئيس انت في التاني، انت التاني. مع ان كل نادي له رئيس واحد بس الا نادي الزمالك طلع له رئيسين، والرئيس اللي هو على الورق المركز التاني والكرسي التاني. فايه الغلط اللي احنا قلناه؟ يا معلم صدقني والله مش بقلل منك ولا حاجه. احنا كاهلاويه ما بنشوفش حد غير النادي بتاعنا. شفت العقل لما اتغلبنا قلنا ايه؟ هاجي اللي انتقد كولر زي حالاتي، اللي انتقد بعض اللعيبه، اللي انتقد الاداره، ما عملناش زيكم. عن اي كيان كبير بتتكلم وعن اي احترام بتتكلم، وانت الاداره بتاعتك كانت عايزاك تنسحب وطلع حسين السيد اطلع مش هنلعب. انا مبسوط انك كسبت في السعوديه عشان ما نطلعش نسمع الصياح بتاع تركي طبخها. عندك حجه وعندك اعذار لاي شيء، انما احنا ما عندناش الجو ده. بنقول في كذا وبنقول في كذا، حتى لو حصل خطا تحكيمي بنلوم نفسنا احنا الاول، ما بنلومش حد الا احنا. فده التعصب والشيء المقرف اللي بتشوفه في الرياضه بيطلع من عندك انت مصدره. انت عايز دايما تبقى انت الفعل وما بقاش في رد فعل، رغم ان احنا رد الفعل بتاعنا محترم. احنا بس بنفكر كابتن حسين ان هو اشهر بيدير النادي الاشهر كمركز تاني في القاره، حتى هو الراجل بتاعك مركز تاني في رئاسه النادي، الرئيس الاولاني ممدوح عباس. ما انت دافع بقى. طيب نقفل بقى ونحلي بالحاجات الحلوه دي. قلت لك اول الفيديو احنا اللي بنكتب التاريخ. اول نادي في تاريخ الدنيا يكسب برشلونه غير اوروبي هو النادي الاهلي. شفت؟ فعايز تقول عربي قول، عايز تقول افريقي قول، عايز تقول بامبوزيا قول، زي ما انت عايز، اختار الاسم اللي يريحك. النادي الاهلي بيتوج بالبرونزيه على حساب برشلونه في فرق 3 اهداف 32 29، وصل الماتش لفرق 7. طيب اخواتنا السعوديين بقى العسل، ما قلت لك قبل كده اخف شعب خليجي واخف دم شعوب عربيه، اعوذ بالله من كلمه احنا يعني، والسعوديين بعدين على طول. فالاهلي كسب، احرز برونزيه كاس عالم. بالمناسبه كابتن حسين اللي بيتكلم عن الاكبر قلعه رياضيه، الزمالك واخد فيها مركز سادس، البطوله كلها اللي مشاركين فيها 9، فالزمالك واخد سادس. جمهور السعوديه يسكت؟ لا، ما هو عندهم واحد من نفس من نفس القلعه، فقرفهم هناك. فواحد نزل له تويته دي كتب لك نادي بتاريخ دول، ماشي عنده حق طبعا. تيجي اللي بعديه بقى، ده اسمه المحنك فليك، ده اكيد مشجع كتالوني. قال لك ايه؟ ويجي واحد هجاص يقلل من انجازات الاهلي وقام عامل له منشن. محنك والله برضه محنك فليك ده راجل سعودي، كل دول سعوديين. طيب تخلص على كده؟ لا، يجي بقى اعلامي دباس الدوسري، اما نزل الصوره دي ومنزل الخبر بتاعها، الاهلي يهزم برشلونه ويتوج ببرونزيه العالم لكره اليد، وكاتب فوق اكبر قلعه رياضيه في افريقيا، بالافعال مش بالهجايز. ما هو القاف عند الخليج هتتنطق جيم، فبيكتبوها عشان ما تستغربش. مبروك للشعب المصري، مبروك لجمهور الاهلي. شفت قال لك ايه؟ لخصها لك يا عفيف انت برضه وحسين لبيب بتاعكم، كابتن حسين لبيب. قال لك بالافعال مش بالهجايز. مش هطلع، هو مش والنبي انا عتريس، هي مش عافيه يا كابتن حسين، مش والنبي انا عتريس، والنبي انا اكبر قلعه رياضيه في مصر، حتى شوفوا ادينا بنشوف. ما علينا، دمتم كومبارسات ودمنا اسياد القاره. ولحد كده مش عايز اطول عليكم، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.